مثل ما أنتم شايفين هذا. أنا لما قلت لكم لا تنسوا، عندما قلت لا تنسوا الشتائم التي وجهها لي طه الحامد، آه، وأتمنى أن تذكروا أو أن تعودوا إلى بداية هذا الفيديو لتروا تلك الشتائم. الصورة هي من إيميل أرسلها، يعني من الإيميلات اللي أرسلها لي طه الحامد. شوفوا المدائح الموجودة هون والعتب، بيعاتبني يعني السيد طه الحامد. الأخ المحترم هو شانغ أوسي، تحياتي لكم. بيخاطبني طبعا، لازم يخاطبني بصيغة التفخيم لأنه يعني سنوات ضوئية تفصلني عنه ثقافيا ووطنيا وأخلاقيا. فالرسالة مرسلة لي 26 تموز 2015. الأخ المحترم هو شانغ أوسي، تحياتي لكم. لا أدري ما هو خلفيات موقفك الشخصي اتجاهي بالضبط. يعني شو موقف؟ أنا ما بعرف يعني عن شو عم يحكي، لأنه أنا ما كنت معبره أو ما بسأل عنه أو موقفك الشخصي مني. يعني شو ما عندي حتى الآن، ما عندي موقف شخصي منك، ولا أكترث بك ولا أرعيك أي اهتمام. يعني أنت أجبرتني، ومش أنت، أسيادك واللي مشغلينك أجبروني أن أتناولك بهذا الفيديو. وأنت أيضا مثل عهد الغندي ومثل غيره كثير أمنحكم شرفا أنتم لا تستحقونه. يعني لا أدري ما هو خلفيات موقفك الشخصي تجاهي بالضبط، ولكن كلما أقرأ لك أو أرى مداخلاتك على الإعلام أشعر أن نبرتك وخطابك السياسي فيهما روح قومية أصيلة، وتتفق مع الكثير من الرؤى القومية المخلصة في هذه الظروف العصيبة. ونحن يجب أن نكون معا في هذا الخط كفريق عمل واحد، وليس كخصوم. أنت خصم، أنت وخصوم. أتمنى أن ترسل لي رقم هاتفك كي أتواصل معك. بده يتواصل معي. طبعا هذا كلام طه الحامد اللي عم يشتمني حاليا ويصفني يعني بما ينضح به إناؤه من زبالة وقذارة ويعني ماسورة مجاري وطفحت زي ما بيقول المصريين. يعني أنا شو رديت عليه؟ ماذا كان ردي على طه الحامد؟ نقرأ الآن إلى الرد. في الإيميل في هاي الصورة أنا عم رد على رسالة الغفران تبعي طه حامد. ونسخة من الإيميل مثل ما هو ظاهر، نسخة من الرد مرسل إلى حسين جمو وخلف داود وصديق مروان علي وكاميران شينو للتوثيق. يعني الرسالة اللي أنا رديت في على طه حامد أرسلت نسخ لهؤلاء الأشخاص اللي من ضمنهم بس مروان وحيد. مروان الوحيد اللي باقي يعني أبقى على علاقته وصداقته معي، والآخرون ذهبوا حيثما ذهب العمال الكردستاني ويطبلون ويزمرون للحزب. عمان يعني بشكل أو بآخر، يعني ربما مش بنفس المستوى. يعني كاميران شينو مش بالمستوى حسين جمو، ولا حتى مش بمستوى خلف داود كمان. يعني في موضوعات الحراك والنشاط والقصص إجمالا بشكل أو بآخر بيدافعوا عن هذا الحزب بطريقة أو بأخرى وبيهاجموه شانغوسي، يعني علنا جهرا سرا في الجلسات في القصص. المهم دعونا من هؤلاء لنذهب إلى الرد. أنا بشو رديت. أنا راح أقرأ الرد اللي أنا كتبته لطه الحمد، وهي
الرسالة ربما يعني تكون الوحيدة واليتيمة اللي أنا رديت فيها. بقية الرسائل أنا تجاهلت، وما يعني بعت لي رسائل أخرى سأظهر صورها، وما حكي يعني ما رديت عليه، ما أعطيته شرف الرد حتى يعني. السيد طه الحامد: بعد التحية، أولا حين أفكر في اتخاذ خصم سياسي أو فكري أو ثقافي، قطعا وقولا واحدا لن تكون أنت الخصم، لأسباب كثيرة يطول شرحها. ثانيا، أنا لا أعرفك شخصيا، ولم يسبق أن التقينا أو تواصلنا، ولا يوجد أي موقف شخصي مني تجاهك، لكنني مطلع على بعض المعلومات الكافية عنك ومن مصادر موثوقة، وأنا لا أنتقد الأشخاص لشخوصهم، بل أنتقدهم في سلوكياتهم وممارساتهم وأفكارهم، مستندا على ما لدي من أدلة وقرائن ومعطيات وتفاصيل ومعلومات. وليكن في معلومك ومعلوم الجميع، كل شخص يستثمر الدم الكردي برخص وسفاهة ووقاحة تحقيقا لغايات ومآرب شخصية منفعية أو افتعال استعراضات قومية ووطنية على حساب هذا الدم، سأكون بالضد منه كائن من كان. ومن يحاول بناء أمجاد قومية ووطنية وخرافية عبر التطبيل والتزمير والتضليل والهربجة والزعبرة والهوبرة والتخوين والشتم واللعن وهدر وكرامة وشرف المختلف، سأبقى ألاحقه وأكشفه وأفضحه وأعريه أمام الناس، حتى لو كان هذا آخر عمل في حياتي. تجربتي الثقافية والوطنية والقومية المتواضعة هي من الصلابة بمكان، التي لا يستطيع أحد النيل منها استهدافا وتشويها وتشهيرا، سواء أكان المستهدفون لها هم أشخاص أو جهات. هذه التجربة وهذا المراس كافيان ليفقأ أكبر عين تزايد وتنافق. بوصلتي في الكتابة هي مقولة جورج أوريل، والتي مفادها: هنالك كذبة كبرى علي فتحها حتى لو كنت الوحيد في العالم، كائن من كان صاحب ذلك صاحب هذه الكذبة. امتطاء، طبعا هي تتمة الرسالة اللي أنا كتبت له إياها ب 2015، قبل ما يزيد عن 6 سنوات. هاي الرسالة الوحيدة اللي أنا كتبتها لهذا البني آدم ولم يتعظ. امتطاء صهوة الخديعة لن يدوم لأحد. امتطاء صهوة الخديعة لن يدوم لأحد، واللعب بمشاعر الناس والرقص على حبل الكذب والتكاذب والنفاق لن يدوم طويلا، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. والتاريخ صحيح إنه مشاهد، ولكنه يدون. خلاصة القول: بما أنت عليه من سلوك لا يعجبني وبل أرفضه، وكثيرون شأنك من الآبوتشين الجدد، هذا الكلام عم قل له إياه قبل 6 سنوات، وكثيرون شأنك من الآبوتشين الجدد من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا أن تجتمع مياهي مع مياههم في ساقية واحدة. يعني عملا بالقول الكردي الدارج انه آظام وآباتد جوكي دربا، يعني ناتش إن لم يكن مستحيلا أن تجتمع مياهي مع مياههم في ساقية واحدة، كما يقول المثل الكردي الدارج. أما عن مواقف الوطنية والقومية ساعة المحن والأزمات، فإنني أضع الاختلافات والتباينات السياسية والفكرية جانبا، وأقوم بما يمليه علي ضميري ووعيي وقناعتي، ولا أجعل من هذه الاختلافات حجر عثرة أو العقد الكؤود أمام المصلحة العامة، ولا أخشى في ذلك لومة لائم لئيم. وهذا أقصى ما يمكن، مش أقصى ما يمكنني قوله
لك هوشنغ أوسي. هذا كان ردي لهذا البني آدم قبل 6 سنوات، وهذا سيكون ردي لهذا البني آدم بعد 60 سنة. إلى الصورة الأخرى. بعد الرسالة اللي رديت فيها عليه وفيها شوية بهدلة أدبية له، طبعا إذا عنده يعني عموما، فبعت لي رسالتين في فترات متباعدة، يعني رسالتين كان يمكن آخرها، أنتوا راح تشوفوا صورة الرسالتين وبإمكانكم توقفوا الفيديو لحتى تدققوا في الفحوى الرسائل هي، وممكن يعني انشر صور الرسائل كمان على حسابي على الفيسبوك. يعني بعت لي رسالتين، بده يشوفني أنا في بروكسل، وبدي ألتقي فيك وكذا، ومدائح ومن هيك قصص. في الرسالة الأخيرة اللي بعت لي إياها 2017 فبيقول: تحياتي، كنت بالأمس في نقاش مع أحد القادة المقررين في الحركة. من جملة المواضيع التي أثرتها كان موضوع سبب ابتعاد البعض الفاعل المؤثر على اتجاهات الرأي العام من المثقفين عن الحركة، وقلت السبب الرئيسي هو السلوك الاستفزازي لبعض قادة الحركة ومناصريهم الذين يتصرفون بإعازات من الكيان الخفي في التنظيم. الكيان الخفي في التنظيم. طال حامد عم يحكي كيان خفي في تنظيم حزب العمال الكردستاني. يا جماعة، هذا هو سبب ابتعاد هوشنغ أوسي وأمثاله عن هذا التنظيم. شو الكيان الخفي للتنظيم. على سبيل المثال تطرقت لاسم حضرتك وقلت هذا الشخص يقبع في داخله أبوتشي نقي لا يستطيع التبرؤ منه. لا أخي، أرجوك، أنا تبرأت، أحاول التبرؤ واعتذرت آلاف المرات من الشعب الكردي على الأيام التي قضيتها في الدفاع عن هذا الحزب الذي استجلب أمثالك للتطاول عليه. اعتذرت. هذا نص الإيميل اللي عم يحكي عني وعن الكيان الخفي داخل الدولة العميقة في حزب العمال الكردستاني. لا يستطيع التبرؤ منه، وأنا ألاحظ ذلك من نبرته أثناء الحديث عن الأمور الكثيرة في الأمور الكبيرة المتعلقة بالكرد عموما، وإن كان في الجانب الخاص أحيانا تبدو نظرته أو يبدو موقفه حادا. يعني أحيانا يبدو مش يقيني، يعني نظرته تبدو نظرته ويبدو موقفه حادا في تناوله لقضايا متعلقة بالحزب. أسمح لنفسي أن أتمنى منك، عم يطالبني، أتمنى منك كتابة نص حول السلوك الاستفزازي الإقصائي لبعض المتنفذين في الحركة للنخب الثقافية مين كان بيقصد نواف خليل؟ مين كان بيقصد طال حامد بهالتوصيف هذا؟ يعني في الحركة للنخب الثقافية والأكاديمية، بغض النظر عن الشخصنة والعلاقات الخاصة والقيل والقال. أنا من الأشخاص المعجبين بنتاجك. معجب يشتمني هون، هو معجب بنتاجك، ولدي الأمل بأنكم تستطيعون الضغط على الجروح الشخصي. يا حبيبي، ما عندي شيء شخصي، ما عندي شيء لا معك ولا مع نواف. أنا أنت إمتى بدك تفهم واللي حواليك
واللي دافشينك. إمتى بدكم تفهموا أنه قضيتي مع حزب العمال الكردستاني بين قوسين، والعمال بين قوسين، والحزب بين قوسين، يعني الحزب بين قوسين والعمال بين قوسين والكردستاني. مشكلتي وقضيتي ومعضلتي مع هذا الحزب ليست شخصية، إنما سياسية فكرية تتعلق بالمواقف، بالسياسات، بالأفكار، بالطروحات، بالمشاريع، بالممارسات. امتى بدك تفهم يا بني ادم؟ امتى بدك تفهم انه الموضوع ما له علاقه اما هو حكي ببغائي بتردد لي اياه مسائل شو مسائل شخصيه. شو كمان؟ الضغط على الجروح الشخصيه التي حدثت وتجاوزها، كما تجاوزت الكثير من الخصومات الأخرى التي مرت عليك. مع الود، مع الود. أهلا أهلا أهلا. هذا الكلام كاتب لي طبعا الرسالتين، يعني ما رديت عليه ولا راح أرد عليه يعني. ويعني في المجمل التفاصيل هي وهالفيديو الطويل جدا يعني، هذا الفيديو سيكون يعني برسم الموقف التاريخي أو التشخيص لهيك إمعات، أو مش اسم إمعة كبير عليه، لهيك أذناب أو لهيك ذيول أو لهيك متطفلين من الأبوتشيين الجبد، بيسمعوا كلامي من الكتاب والمثقفين والما بعرف شو اللي بيطبلوا بيزمروا مشان يشوفوا الواقع الحالي. إجمالا لك يعني أنا أسهبت في ما كان يستوجب الإيجاز، وهذا يعني مشان الناس تكون على بينة، مش خصوم حزب العمال الكردستاني، كل اللي يعني ينساقوا وراء كلام وشتائم وإهانات هذا التافه، وبيبعثوا لي على الخاص شتائم وإهانات وتهديدات مرفقة بشتائمه ومنشوري على أساس أنه اللي طه الحامد هو يعني وكأنه سورة طه كما هي نزلت في القرآن الكريم، وحاشا يعني لله، وطه من اسم من أسماء الرسول يعني. وكأنه كلام طه الحامد عن هوشنقوسي كلام منزل ومنزه. شوفوا كلامه عم يحكي عن التنظيم الخفي، وإمتى؟ في 2017. أنا ما رديت لا على هي الرسالة ولا لي. الرسالة الوحيدة اللي رديت عليها هي البهدل المطول اللي بعت لي إنه هذا رد قاس. شو قاس يعني؟ هذا كان شرف لك وأنت قولا واحدا لا تستحقه. بهذا القدر أكرر وكلامي واضح كما قلت في بداية الفيديو: من يتحمل مسؤولية هذا الحضيض وهذا الاستهداف الشخصي لي ولكرامتي ولسمعتي وثقافتي هو نواف خليل وعبد السلام عبد السلام مصطفى، مسؤول منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي والكادر في حزب العمال الكردستاني هنا في بلجيكا، هنا في أوروبا. أكتفي بهذا القدر، وهنالك مواضيع وأمور وقضايا أهم من هؤلاء، لكن أيضا يعني إن سكت أهل الحق على الباطل بالفعل، وأهل الباطل من أمثال هؤلاء سيظنون بأنهم على حق. ألقاكم على خير.